ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. ما أمر أن نحتفل بيوم مولده أبدا. ولذلك ما نص أهل العلم في كتب الفقه على يوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. وزيادة على ذلك ارجع إلى كتب السيرة، لا يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين والقطع. نعم، الأكثر على أنه في 12 من ربيع الأول عام الفيل، لكن تعال يقين؟ لا، ليس يقينا. هناك من يقول في 18، هناك من يقول في رمضان، هناك من يقول في شعبان، ما في قطع. والغريب أنه بإجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، فنحن الآن نحتفل بموته ولا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، كأننا فرحون بموته والعياذ بالله.